السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم، شلونكم يا جماعة؟ عساكم بخير. قلت بوقف، أنا توني طالع من الدوام، بعطيكم كذا سالفة صايرة في الساحة، موضوع شعري حلو. واليوتيوب أنا بخليه سوالف، بالسوالف نطرح كل موضوع شعري نطرحه في اليوتيوب بطريقة إن شاء الله أنها ترضي الجميع من غير ما نخطي على أحد. نعلق، نبدي راينا ونسمع رايكم. يعني نزلت تغريدة الشاعر محمد بن فطيس، الشاعر الكبير، شاعر المليون، منتشرة، واللي ناشر المقطع هو نفس الصاحب هذا الرجال بنتكلم عنه وعن ابن فطيس. كان في اعتقد معرض الصقور، وجاء كذا بطريقة ما وفق طلبه، يعني طلبه قال له عطنا قصيدة، السلام عليكم ابن فطيس بنزل لكم المقطع وانتظر تعليقكم. فباختصار انه يعني طلب منه بطريقة ما كانت حلوة. كيف الحال؟ ساق طيب، عاد سمعنا صورناك فيديو بدون ما نستأذنك، شو اخبارك؟ ساق طيب؟ ساعة طيبة. تعطينا قصيدة لو سمحت. الله يطول عمرك. ما عندنا قصيدة. عطنا وحدة. هذا مو مكان قصيد. سلام وسلام. والله اني ودي اشوفك بس عشان وانا والله ودي اعد عليكم، لكن في مجلس ولا في مكان يليق بالقصيد. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. جزاك الله خير، تشرفنا بك. حياك الله. الناس علقوا يعني بشكل كبير مع ابن فطيس، والصراحة من وجهة نظري أنا الشخصية، والله لو حتى الناس كلها مع ابن فطيس وشفت أن الموضوع مثلا لا فيه مفروض ابن فطيس ما سوى زي كذا، والله لا أقولها ولا عندي مشكلة، لكن الحقيقة أن تصرف سليم. يا أخي المكان ما هو بوقت قصيد، الطلب ما يطلب زي كذا. لو قال مثلا يا ابن فطيس أنا والله من المعجبين فيك وبشعرك وأستغل هذه الفرصة أني أسمع منك على الأقل بيت ولا بيتين بطريقة، يا أخي الأسلوب له دور. أما تحذف السماع كذا وعاطني قصيدة، ما وفق، الله يستر عليه الرجال ما وفق. وأنا لو ما نزل مقطع هو نفسه، أنا ماخذ من نفس حساب اللي صور، لو ما نزله والله ما علقت، لكن بما أنه نزله ونشره للناس قلت أعلق. الشيء الثاني، أبستغل الفرصة وببدي وجهة نظري عن ابن فطيس. يعني السنة الأخيرة تحديدا، السنة الأخيرة هذه صار كلام كثير عليه، ولا علقت الصراحة ولا تكلمت ولا نزلت أي شيء، لكن الحين بتكلم. في كثير بعض الإعلاميين يعني أثاروا موضوع من هو الشاعر اللي ما يستاهل، اللي أخذ بيرق شاعر مليون وما يستاهله. صار كلام على ابن فطيس، في أكثر من شخص قال، يعني من الجمهور، سواء من الجمهور ولا سواء من الشعراء اللي كانوا حاضرين مع الإعلاميين اللي يطرحوا السؤال هذا، إن ابن فطيس مثلا ما يستاهل شاعر مليون. صار عليه يعني قصيدة، فيك ناس يقولون أبياته واضحة ولا فيها صعوبة، وهو يتعمد أنه يكتب على السهل الممتنع. سهل أنك تسمع منيب من ياتي ولا يدرابه، شطرا حفظته ما أعرف كتابه، شطرا ينومسني مثل الليلة وشوفني في ذا المكان أولابه، أبتكل بالله ونعم بالله اللي ما يصد دون خلقه بابه. بقول شلون واللجنة تقيم قولي من كثرة الشعار ماني بابه. حتى قال يا بنت يلي تفرقين بعودك، ما لومهم لكثرة الخطابة، لمر بك دربك على خلق الله قالوا كذا فالأصبع السبابة زينك. حتى قال فن ما سترتك بالفعول وباسمي فعقبني الفنجال يا صبابة. ولو ما هي أبيات جازلة ما جلست معانا لها أكثر من ما أدري كم، 10 سنوات ولا 15 سنة. واذكر حتى القصيدة هذه قالها في شاعر المليون أول مرة، ما كان أحد يعرفه، حتى الجمهور ما كان صفق يعني بعد البيت السابع ما أدري الثامن، وصفق نهاية القصيدة وخلاص. لكن اسمعوه بعد ما أخذ بيرق المليون وقالها في أمسية في أبو ظبي، الجمهور كله ما وقف تصفيق، أثبت وجوده الرجال. وعلى طاري أثبت وجوده، من الأشياء اللي ما يدرون عنها الناس بشكل كبير، في حدث صار لابن فطيس عجيب، وفيه ثقة ما هي بسيطة. طبعا ما صارت من محمد، صارت من أبوه. قبل لا ينطلق البرنامج اللي هو شاعر مليون، كانوا مختارين والد محمد بن فطيس من ضمن اللجنة، فأعطاهم الموافقة في البداية. بعدين قال يا جماعة أنا أعتذر ماني معكم. سألوه قالوا ليش؟ قالوا ولدي محمد بيشارك في البرنامج، وبكرة لو أخذ البيرق
قالوا إيه أخذها علشان والده في اللجنة. شوفوا الثقة يا جماعة، ما كذب من قال الأبو صقر عياله. أذكر مشاركة ابن فطيس قدام الملك سلمان الله يحفظه، وقدام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الله يحفظهم جميع ويخليهم لنا. ابن فطيس شارك بقصيدة مهرجان الملك عبد العزيز للبل. قبل لا يبدأ المشاركة يا أخي شوف بعض الشعراء، في شاعر يعطيه الله قصيد بس ما يعطيه الله كلام، ما يعرف يتكلم. وفي شاعر لا جامعها ثنتين، كلام وقصيد، وهذا المفروض. ترى الشعر يجي ويروح لكن الكلام هو اللي يبقى. قال أنا أركضت لي مطية قبل شوي ولا حلفني الله بالفوز. يقصد شوط من ضمن الأشواط للهجن، هو كان مشارك. والحين أبركض لي مطية ثانية وبإذن الله أنها بتنومسني وبتفوز. شوف كلام رجال وشاعر، ما يقول الكلام هذا إلا شخص واثق من نفسه وبقصيده وبحضوره. والشاهد الله أن الشاعر جزل من ضمن قصيدته قدام الملك: سلام يا بيرق يضم الشهادة ما ينتكس في يوم تنكيس الإعلام. وسلام يا بيرق يضم الشهادة ما ينتكس في يوم تنكيس الإعلام. على البيارق له شموخ وريادة والسيف الأجرف تحت مفتاح الإسلام. وقصيدة يا مؤمن الريفي أنا جيتك زبون، القصيدة المعروفة لابن فطيس. يعني أنا ما قد مر علي في حياتي إن في شاعر أشهر طبيب بس كان في سبب شهرة طبيب أو دكتور. ابن فطيس سواها، ولا في الشعر الجاهلي ولا في شعرنا الوقت الحالي ما قد سمعنا. قصيدة يا مؤمن الريفي، مؤمن الريفي هذا دكتور عيون عراقي، أعتقد أنه عراقي، حتى بعده يقول أن العيادة اشتهرت بعد قصيدة ابن فطيس. دكتور الشاعر محمد بن فطيس المري ذكرك في أحد قصائده، ما هي القصة التي صارت؟ الأخ محمد بن فطيس المري كان أحد مرضاي وكان يشكو من ضعف نظر شديد، وكان مجبر على استخدام نظارة متينة، فكان له رغبة بالخلاص من النظارة، وبفضل الله تمت بنجاح وقام يشوف طبيعي بدون النظارات. وبعدها لما الحمد لله يعني حس بالرؤية والتحسن الفظيع كتب القصيدة هذه. يا مؤمن الريفي أنا جيتك زبون، جيتك على مدح أكثر الناس وعنيه. ولا يمكن أن نتكلم عن ابن فطيس ولا نجيب سالفته مع خلف المشعان. أعطونا أكشن في الساحة كذا، ردية جميلة. خلف المشعان شارك في الموسم الثاني أعتقد، وجاب قصيدته الشهيرة والجزلة اللي من ضمنها البيت: إيه الشجاعة تغلب الكثرة وأنا أعطيك الدليل، الذيب يدرع في الغنم ولا يحس بحسابها. ابن فطيس ما عجبه البيت ذا، جاء ضيف للبرنامج وشارك بقصيدة، أو أعتقد كان بيسلم البيرق، فشارك في قصيدته اللي من ضمنها: الذيب كان ذيب يدرع في الذياب يخلي الخرفان للضبع العويق. وهذا رد واضح على خلف. رد خلف كذلك بأبيات جميلة: ماني بمنياتي علشان يدرون أنا الذي يدرون به قبل ياتي، نجمي سطع من غير بيرق ومليون قليل في جيلي يسوي سواتي. وكلهم والله جزلين ونعم فيهم. المقطع اليوم كان عن ابن فطيس، تكلمنا بكل عفوية، وللأمانة والله العظيم إني ما رتبت للمقطع نهائيا، قلت بتكلم بكل عفوية، وإن شاء الله إن كان فيه قصور عاد اعذرونا وبإذن الله. ما لكن قبل كل شيء لا أوصيكم في الاشتراك يا جماعة، اشتركوا في القناة، حمسونا نتكلم، حمسونا نسولف عليكم، نعطيكم من سوالف الساحة. والله يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم. تثبت مع اللي يثبتون واشوف